مين فينا مش بيجي عليها الوقت ان هي بتبقى محتاجة تجدد من مظهرها وتغير من شكل ولون شعرها. مفيش حد فينا ما بيحلمش ان هو يحصل على لون حلو كل فترة وفترة عشان يجدد ثقته بنفسه، خصوصا بقى لو بنتعرض كلنا في سن صغير لضغط نفسي، عدم الاهتمام بالاكل او الوجبات الصحية، او حتى نتيجة الجينات. ده بيعرضنا لظهور الشعر الابيض او الشيب في سن مبكر، وده طبعا بيسبب لنا احيانا عدم الثقة بالنفس، فبنلجأ لكتير من الصبغات والمواد الكيميائية اللي بنبقى بنشتريها على شكل العلبة يكون شكلها حلو او عليها اوفر او عليها تخفيضات، لكن ما بنبقاش عارفين ان ليها اضرار كارثية لو استخدمت بطريقة غلط، او ان هي غير مناسبة لشعرنا، زي ممكن تسبب تلف الشعر، تساقطه، ان هو يقع حرفيا وتبقي صلعاء. فعشان كده اختيارك لصبغة اختيار مهم جدا ولازم تكوني موفقة فيه ان شاء الله. اليوم حابة اكلمكم على صبغة مشهورة جدا من ماركة معروفة، ماركة عالمية، ألا وهي صبغة شعر لوريال باريس. ودي منها ألوان كتير، سواء اللون الأحمر اللي أنا بكلمكم عنه النهاردة، أو اللون الأشقر الفاتح، الأشقر الغامق، البني الفاتح، البني الغامق. فيها درجات كبيرة جدا عشان تناسب كل الأذواق، وكمان تناسب طبيعة كل شعر، لأن الشعر الغامق استجابته للصبغة بتبقى بطيئة شوية غير الشعر الفاتح. كمان الشعر الرمادي بيبقى محتاج ان احنا نغير من لونه، لو احنا هنغيره نخفي الشعر الرمادي تماما، وفي نفس الوقت نرجع له الشباب والحيوية، بيبقى يرجع لحياته تاني. فعشان كده الصبغة دي هي بتميز ان هي خالية من الامونيا، بتتميز بتركيبة طبيعية آمنة على الشعر وفروة الراس، غنية بعناصر ترطيب وتغذية فعالة. أفضل صبغة شعر لون أحمر عميق ممكن يغطي على الشعر الرمادي من الجذور حتى الأطراف، وبيخفي معاكي الشعر الأبيض تماما. بتدوم لفترة طويلة، ممكن تفضل معاكي من 2 ل3 شهور من غير ما يحصل أي تراجع في الدرجة اللونية أو اللون أو الرونق أو حتى الشباب اللي فيه. تناسب كل انواع الجلد، سواء جلد حساس، جلد عادي، او جلد دهني. تتميز ان هي خالية من الامونيا، تتميز ان هي بدون اي مركبات كيميائية ممكن تؤثر على الشعر. تعتبر صبغة مهمة جدا، لانها لا بتعمل جفاف للشعر، ولا بتسبب التقصف ولا التكسر بشكل كبير. بتدوم على شعرك لفترة طويلة، فده بيديكي احساس بالثقة بالنفس. ولكن قبل ما تستخدميها اتأكدي ان انت تعملي اختبار حساسية منعا لظهور اي تهيج او حساسية، ولو ظهر معاكي على طول تتوقفي عن استخدام المنتج. حاولي كمان ان انت ما تحطيش الصبغة على منطقة الرموش، الحواجب، لان في منتجات بتبقى مخصصة لمثل هذه الاماكن. وتجنبي تماما ارتداء اي عدسات لاصقة في حوالين العين. وحاولي طبعا ان انت تحطي فازلين على منبت الشعر عشان ما يغيرلكيش من الجبهة او يغير من لون بشرتك. اتمنى تكونوا استفدتوا، عايزاكم تحطوا لايكات قوي كتير قوي، وتشيروا الفيديو على قد ما تستطيعوا.